ايه اللي هيحصل لو شربنا خل التفاح بشكل منتظم؟ ولا انتوا مش متخيلين هو جوكر ازاي. اول حاجه هو ممنوع للناس ديت. هناخد معلقه صغيره منه على كوبايه ميه كبيره مره في اليوم. التفاح يعتبر مزيل للسموم اللي في الكبد واللي في المعده، ديتوكس طبيعي بتنضفوا بيه الكبد وكل السموم بتمشي اول باول. تاني حاجه هو انه بيزود البكتيريا النافعه اللي موجوده في المعده، ودي كل ما زادت كل ما كانت المعده صحيه اكتر، فما كانش فيه اي مشاكل من المعده تطفح على البشره. بيسرع من العصارات الهضميه خصوصا اللي بيهضموا البروتين والمعادن، وغير كده مضاد فطريات قوي جدا، يعني بشره من غير مشاكل وشعر من غير قشره، وعلى فكره مليان مضادات اكسده. واهم حاجتين ان هو ما يلمسش اسنانكم لما تيجوا تشربوه، فاشربوه بشاليمو. والتاني حاجه ان انتوا تشتروه غير مبستر وغير مفلتر، ويكون مع الخلايا الصغيره بتاعته اللي هي ويز ماذر، يكون معقر كده شويه عشان تبقوا واخدين الفايده كلها، عشان التعكيره دي هي اللي فيها كل حاجه. تقدروا تشتروا الساده او اللي بالعسل. بصراحه انا حبيت قوي اللي بالعسل، طعمه تحفه. انا جايباهم من بيت الزيت، وتقريبا كانوا عاملين عليهم عرض في رمضان، هعمل لهم ميتش.